يا عم سعفان، عشان تصدقني اقسم بالله اللي مفيش خير في الدنيا. خلاص يا ابني الخير قل. بس مش هتصدق على اللي حصل فيا. البت يا عم كنت انا عمال اكلمها كل يوم، وفجأة اصحى في يوم الاقيها منزله بوست اللي هو ايه، تم العلاقة وكده، والعيال دخلت بقى مبروك مبروك مبروك، والحاجات دي اللي بتنرفز. فانا استغربت بيني وبينك، فقلت اكلمها بقى. فدخلت لها قلت لها هو ايه اللي حصل؟ قالت لي لا اصل انا كنت اعرفه من شهرين، وسألني انت مرتبطة ولا لا وبتاع، فقلت له لا، فارتبطنا النهاردة ومش هتقول لي مبروك. قلت لها طب ما انا اعرفك من سنة، وليه يعني؟ طب ما احنا بنتكلم مع بعض. ده انا كنت بكلمها يا عم سعفان اما بقفل معاها بقول لها لا اله الا الله، تقول لي محمد رسول الله. انا بس بحاول اوصل لك انا كنت قد ايه واصل. ده انا اتعلمت يا عم سعفان افتح المواضيع، كنت اجيب العيال اللي هي بتعرف تفتح المواضيع، اصلا دي بقت موهبة دلوقتي. اعزمه على شاي والواد يقعد يعلمني. الاقيها بتقول لي لا يا مصطفى، أصل انت كنت بالنسبه لي في الفريند زون، وكتبتها بالانجليزي. هي عارفه ان انا ضعيف في الانجليزي، بس انا بوريك اللي افترى. احنا ما نجيش الا على بعض اقسم بالله. ما علينا. فانا ايه، ما بيني وبينك ما خدتش الكلمه وبتاع. قلت لها ايوه، ما هو ده اللي شدني فيكي في الفريند، وعملتها كوبي بيست في الفريند زون. قالت لي لا، الفريند زون دي يعني اصحاب، يعني ما ينفعش. قلت لها نعم يا اختي. ازاي بقى؟ تعالي لي بقى. دي انت عامله لي على 4 بوستات لاف، اللي هو اللايك اللفظ، الله يبارك له عم مارك، حب يشهيص على العيال فعمل لاف. لاف ده لما كانت بتعمل لي لاف، اقسم بالله يا دي يا زعفان كنت بفكر في الجهاز. والله بكلمك جد. ده انا حتى كمان فكرت اجيب لها خلاط 5 سرعات واصرف بقى وما بخلش، وقلت لو امها قالتنيش ماشي. البنت عملت لي لاف يا عم سعفان، عارف ده معناه ايه؟ كل ده طلع في الاخر في فريند زون. شربتك استرابري كان في الفريند زون، روست تشيكن في الفريند زون. شربتها يا عم سعفان كارمن ساتيه، مشروب كده اقسم بالله ما اعرفه، والله ما اعرفه. يعني ما شربتوش وهي شربته كارمن ساتيه. ركبت لها اوبر، اللي هي العربيات اوبر. كل ده انا عملته، في الاخر تقول لي انت في الفريند زون رحت الجيم. تخيل بقى لما اقول لك رحت الجيم. قلت يا عم اروح الجيم وبتاع، واعمل فورمه واربي دقني واعمل عروق وابقى واد عرقي كده وبتاع زي العيال اللي بيعجب البنات. اتضح يا عم سعفان اللي انا كنت غلطان. الملدينه بنت الملدن بعتني وراحت له. عشان كده بقول لك مفيش خير في الدنيا. بقول لك يا ده سعفان، انا عايز اقول لك على حاجه. انت بالنسبه لي برضه في الفريند زون،